ازيكم يا جماعه عاملين ايه؟ حلقه النهارده هي حلقه جايين نتكلم فيها عن 7 لاعبين في بدايه الموسم حتى الان محبطين بشكل كبير. ده مش معناه ان اللعيبه دول وحشه، ده مش معناه ان اللعيبه دي مش هتتالق بقيه الموسم. معظم الدوريات اللي احنا بنتكلم عليها حتى الان قبل انترناشونال بريك لاعبين 3 جولات بس، الدوري الاسباني لعب 4، فهو من ناحيه ان بدري جدا على الحكم فهو طبعا بدري جدا، ولكن طالما احنا في انترناشونال بريك ومفيش حاجات كتير نتكلم فيها، فتعالى كده نبص على الجولات اللي اتلعبت دي واكتر لعيبه كان متوقع منهم حاجات كبيره ولكن احبطونا حتى الان. فلو عجبك فكره الفيديو ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب، الحاجات دي حقيقي بتساعد وبتحمسنا ان احنا نكمل في التحدي بتاعنا. النهارده يبقى اليوم ال 59 في تحدي ال 100 يوم، التحدي اللي بكل بساطه بننزل فيه كل يوم فيديو على القناه لغايه لما نشوف على نهايه المده وصلنا لكام مشترك على اليوتيوب. وهنا عايز اشكركم على حاجتين. اول حاجه في وقت تصوير الحلقه دي احنا خلاص عدينا ال 85,000 سبسكرايبر، ودلوقتي التارجت اللي جاي بالنسبه لي هو ان احنا نوصل ل 90,000 سبسكرايبر قبل نهايه الشهر ده. وكمان حابب اشكر جدا عمرو بدر اللي في وقت تصوير الحلقه دي هو الوحيد حتى الان الممبر في القناه او المنتسب في القناه. انت كمان ممكن تنتسب، وانت كمان ممكن تكون واحد من منتجين البرنامج، بان انت هتلاقي زرار الجوين موجود جنب زرار السبسكرايب، او لو بتتفرج على الموبايل مش هتلاقي الزرار ده، فهسيب لك اللينك في اول كومنت وفي الديسكربشن. يلا بينا ندخل على 7 لعيبه، يلا بينا. اول واحد عايز اتكلم معاكم فيه هو راشفورد. انا عارف ان راشفورد السنه اللي فاتت عمل موسم كارثي، ما كانش كويس خالص، ما اتاخدش حتى اليورو مع انجلترا، ولكن توقعت شخصيا ان فكره ان هو مش متاخد في اليورو، فكره ان هو مريح الفتره دي، بيبدا البري سيزون من اوله مع مانشستر يونايتد. مانشستر يونايتد بشكل كبير جدا بقى فيه استقرار المره دي، جايبين صفقات كويسه، المدرب مكمل بعد ما كسبوا الاف اي كاب في نهايه السنه اللي فاتت، اداره جديده حاطه سيستم جديد، زي ما بقول لك ما اتاخدش اليورو فعايز يثبت نفسه. كل دي حاجات كانت مخلاني عندي توقعات عاليه جدا من راشفورد السنه دي. وكمان راشفورد لازم يعرف ان هو راتبه عالي جدا، ولو السنه دي ما تالقش غالبا كده مانشستر يونايتد ممكن يبقى حاول يسربه. فكل الحاجات دي خلتني حاسس كده ان راشفورد ممكن يدخل الموسم ده عايز يثبت نفسه وعايز يتالق، بيقدم ماتشات كويسه، ماتشاتهم في الاول ما كانتش صعبه جدا، فتوقعت منه حاجات حلوه في الاول، لكن كل ده ما حصلش. صحيح مانشستر يونايتد عموما ما بداش باحسن شكل ليه، وفورمتهم كفرقه مش كويسه، ولكن هو حتى ما شفتش منه اي محاولات. فعشان كده بالنسبه لي اداؤه في اول 3 ماتشات في البريمير ليج محبط بشكل كبير، ومستني بقى اشوف بقيه الموسم لو هيكمل في الاحباط ده ولا هيرجع فورمته اللي احنا نعرفها عنه. خلينا نشوف. اللعيب التاني معانا هو كيليان امبابي. تاني احب افكرك، انا هنا مش بقول ان كيليان امبابي لعيب وحش، ولا ان هي صفقه وحشه لريال مدريد، ولا ان هو مش هيتالق بعد الانترناشونال بريك، كل ده ممكن يحصل، لكن لما تشوف سقف التوقعات اللي كنا متوقعينها من امبابي في بدايته مع ريال مدريد مقابل اللي فعلا حصل، اكيد لازم تقول ان كان في احباط. امبابي لعب في اليورو وما كانش كويس في اليورو فعلا، لكن راح مع ريال مدريد البري سيزون، وفي اول ماتش ليه رسمي في الموسم في اليويفا سوبر كاب قدام اتلانتا جاب جون وكان كويس بشكل كبير، وحسيت ان من اول لحظه في تناغم كبير ما بينه وما بين رودريجو وفينيسيوس جونيور وبيلينجهام. فكل الحاجات دي خلتني احس ده هينزل الدوري الاسباني 4 جولات قبل الانترناشونال بريك يبقى هداف الدوري اكيد، وخصوصا ان ماتشات ريال مدريد في الاول مش ماتشات تعتبر صعبه. ففكره ان مدريد يلعب 4 ماتشات يتعادل ماتشين، امبابي ما يجيبش غير جونين في اخر جوله، منهم ضربه جزاء فينيسيوس جونيور سابها له اساسا، يعني لو فينيسيوس جونيور هو اللي كان حب يشوطها كان هيطلع بجون واحد بس. ده غير ان اداؤه في الملعب مش احسن حاجه، وما تحسش ان هو فريش قوي كده، لانك ما تقدرش تقول ده ما بيجيلوش فرص، لا هو بيجيله فرص بس بيضيع، واحنا عارفين امبابي ان هو فينيشر جامد جدا. فكلها حاجات تخليني عندي احساس بصراحه ان هو موسم محبط بشكل كبير، ولكن انا بصراحه ما زلت عند كلامي، انا بتوقع ان مبابي هيخلص هداف الدوري السنه دي، وان الفورمه بتاعته بعد الانترناشونال بريك هتعلى بشكل كبير، ولما يدخلوا برده في الشامبيونز ليج هيتالق، لان كعاده ريال مدريد يعني. ولكن في البدايه بدايه محبطه. نروح للاعب الثالث بقى معانا في القائمه، وهو لاعب بقى بيلعب في تشيلسي، وهو انزو فرنانديز. انزو فرنانديز لعب 3 ماتشات مع تشيلسي في الدوري، تعالى سيبك من كونفرنس ليج مش مهم خالص. ممكن اقول ال 45 دقيقه او النص ساعه اللي لعبها في اخر ماتش وولفز كانوا كويسين، غير كده مش ده انزو اللي انا عايز اشوفه في الملعب. مش هقول لك عليه وحش، مش هقول لك ان هو سيء، ولكن مش لعيب يا جماعه دفعنا فيه بتاع 120 مليون يورو، يعني منتظر منه اكتر من كده، منتظر منه افضل من كده. فبالنسبه لي كان محبط بشكل كبير جدا، لان انزو حتى تحسه انا مش عارف لو هو مش جاهز ولا هو طريقه لعبه فيها بطء كبير قوي كده، لكن حتى اتخاذه في قرارات الباصات بطيء، ما بشوفش منه ثروهات كتير. يمكن عمل كوره مثلا حلوه جدا لمادويكي في الماتش الاخير في قدام كريستال بالاس، لكن انا منتظر منك يا انزو بتاع 3 4 كور في
الماتش في كل ماتش، بس ده ما بيحصلش. في نفس الوقت انزو دفاعيا كارثه كارثه، انا ما بشوفش انزو بيقطع اي كوره تقريبا. ويمكن اللي مبين ده اكتر ان برده كايسيدو مش في حالته، فيعني ما فيش حد شايل التاني مثلا. فكمشجع تشيلساوي بالذات انا منتظر من انزو فرنانديز اعلى من كده، وشفته بيقدم اداءات افضل من كده بكتير، بما فيها النص ساعه الاخيره اللي لعبها قدام وولفز لما كايسيدو اتصاب وحرفيا كان لوحده في نص الملعب. بس انا منتظر منه كونسيستنسي بشكل اكبر، وده ما شفتوش في اول 3 جولات، فعشان كده حطيته معايا في الليسته النهارده. وبصراحه كنت عايز احط حد من تشيلسي، لازم احط حد من تشيلسي، لان كفريق عموما هو محبط في البدايه، وبحس في الحلقات السلبيه دي شويه بخاف ان انتوا تفتكروني ان انا جاي اتكلم عن فرق تانية ومش عايز اتكلم عن تشيلسي. لا يا جماعه، تشيلسي فيها مصايب اكتر بكتير جدا من كل فرقكم، ما تزعلوش نفسكم. اللعيب الرابع معانا هو لعيب ما اقدرش اقول عليه ان هو بدايته سيئه، يعني انا قلت على راشفورد بدايه سيئه، قلت على مبابي بدايه مش احسن حاجه، قلت على انزو بدايه سيئه. ده مش بدايه سيئه، ولكن مقارنه بالطريقه اللي هو فنش بيها الموسم اللي فات تعتبر بدايه مش كويس، تعتبر بدايه اقل من امكانياته. وانا هنا طبعا بتكلم عن اوديجارد من ارسنال. اللي مش مخلي اوديجارد باين ان هو وحش يعني، او هو مش وحش، هو مش كويس قوي، فكره ان بقيه الفرقه متالق. هافرتس بادئ الموسم بشكل كويس، نفس الكلام على ساكا، تروسار عامل شغل كويس، رايس وتوماس بارتي والدفاع شايلينه، رايا عامل اداءات حلوه جدا وعمال ينقذ الفريق. فاوفر اول الفريق عمال يكسب، حتى الماتش الاخير اللي تعادلوه قدام برايتون 1-1 موضوع ان رايس الطرد وبتاع هو اللي اخد كل الاضواء. لكن للامانه لما تيجي تتفرج على اوديجارد ومن اللي احنا شفناه في السنين اللي فاتت، هو مش بادئ احسن بدايه ليه. ده حتى في البري سيزون كان عامل بري سيزون محترم جدا مع ارسنال، ولكن في الدوري مش دي البدايه اللي احنا منتظرينها منه. لكن عادي، انا مش شايف ان دي مشكله بصراحه. الفرق الكبيره اللي بتنافس على بطولات زي البريمير ليج مش دايما اللعيب الستار اللي بيبقى موجود فيها بيبقى متالق طول الوقت. دلوقتي الدنيا مش ماشيه مع اوديجارد، بس ساكا متالق. بعد كده ممكن ساكا ما يبقاش في احسن فورمه، اوديجارد هو اللي يبقى كويس. فهو لسه بدري جدا ان احنا نحكم على اللعيبه. لكن لو هنتكلم عن اول 3 جولات فاوديجارد ما عجبنيش، وكنت منتظر منه افضل من كده. ماتشات ارسنال اللي جايه ماتشات مهمه جدا، هيلعبوا توتنهام اوي وبعد كده سيتي اوي، وماتشات تقيله ممكن تشكل شكل الدوري بالنسبه لهم هيعمل ازاي الفتره اللي جايه. فمحتاجين نشوف اوديجارد بيتالق في ماتشات زي دي لو فعلا عايزين ينافسوا على الدوري السنه دي. وبعديها حتى عندهم ماتشات حلوه جدا، ماتشات سهله ورا بعض كتير، لازم يلموا فيها اكتر عدد من النقاط. وخصوصا الماتشات السهله دي اللي الفرق قدامك بتدافع بشكل كبير، بتبقى محتاج لعيب زي اوديجارد يشوط من بره ال18، يعمل عرضيه خطيره، يعمل ثرو باس مثلا يكسر بيه كام عدد من اللعيبه. فاهميته هتبان الفتره اللي جايه. نروح بقى للاعب الخامس معانا في الليسته وهو تشواميني. تشواميني محطوط عليه ضغط كبير جدا من ريال مدريد، لان انت يا معلم يعني اللي كان بيبدا الهجمات السنه اللي فاتت في ريال مدريد كان كروس، ودي حاجه ما تقدرش تلوم فيها تشواميني نفسه، هو مش اللاعب ده، مش نفس البروفايل. فانا مثلا في اول جوله وبتاع حسيت الناس بتهاجم تشواميني بشكل كبير جدا، واللي هو يا جماعه هو مش وحش قوي كده، في ايه يعني. لكن لما قعدت بقى واركز معاه اكتر، برضو احنا مش منتظرين منك ان انت تبقى كروس، ولكن في نفس الوقت برضو هو بدايه وحشه جدا جدا للموسم، بالذات في كل شيء يتعلق بالبيلد اب. يعني مش بقول لك تعمل لي لونج بول وباسات خطيره وبتاع، بس انت برضو لعيب صغير قادر على التطور بشكل كبير. يعني الحته دي اهميتها في اي لعيب رقم 6 دلوقتي بقت مهمه جدا، فلازم تطور نفسك فيها، لان الموضوع كارثي حتى الان بصراحه. تاني برضو نفس الكلام، بدري قوي على الحكم، بس بدايه وحشه جدا. ريال مدريد بيعاني بشكل كبير جدا في عدم وجود كروس، وفي نفس الوقت برضو مودريتش كبر قوي في السن، فحتى لما بيكون في الملعب ما بقاش قادر يعمل اللي كان بيعمله من كام سنه. فلعيبه زي تشواميني، فالفيردي، اللعيبه الصغيره دي، كامافينجا لما يرجع من الاصابه، كل دول محتاجين نشوفهم بشكل افضل الفتره اللي جايه. بس يمكن يكون اسوأ واحد فيهم او اكتر واحد فيهم بدا بدايه مش حلوه هو تشواميني. في المركز السادس بقى هنروح للدوري الايطالي واي سي ميلان في بدايه كارثيه للنادي عموما، واتكلمت عنها في حلقه الدوري الايطالي، روح شوفها لو لسه ما شفتهاش. ولكن ثيو هرنانديز بشكل اخص وحش جدا، وحش جدا جدا جدا، وبدايه وحشه جدا للموسم. وعشان اختصارا للوقت برضه هحط لك الريل اللي انا اتكلمت فيها عن ثيو هرنانديز في الماتش بتاع بارما اللي تعادلوا فيه 2-2 او اللي خسروا فيه 2-1 اسف. هو ثيو هرنانديز ممكن يتقال عليه لعيب اوفر ريتد. تعال اوريك لقطه مهمه جدا في اخر ماتش الاي سي ميلان اللي خسروه قدام بارما 2-1. في هجمه مرتده راح على اي سي ميلان، الكره على ناحيه الشمال، وناحيه اليمين في مهاجم من بارما سارق المدافعين. مين الوحيد اللي في الملعب اللي شايفه؟ ثيو هرنانديز، ومع ذلك ما بيعملش سبرنت، والجاب اللي بينه وبين المهاجم بيقعد يوسع رغم ان هو مسؤوليته، بحكم ان هو الباك الشمال اللي المفروض يعمل تغطيه عكسيه. المهم طبعا المهاجم ناحيه اليمين بياخد باله، بيلعب للتاني كره العرضيه، والتاني ما بيسميش وبيجيبها جون. ممكن حد ياخد باله ان دي في الدقيقه 76 ويقول لي يا عمر معلش يعني دي في اخر الماتش، ممكن يكون تعب او اجهد. طب تعالى بقى نشوف الجون
الاولاني اللي دخل في اي سي ميلان في الدقيقه الاولى حرفيا. المره دي حتى ثيو هرنانديز جنب المهاجم، يعني بخطوتين ثلاثه ممكن يغطيه، ومع ذلك بيسيب المهاجم يسبقه والكره بتتعمل له عرضيه، والمهاجم طبعا اول ما بتجيله بيجيبها جون. هل فول باك بيفتقد الاساسيات بتاعه التغطيه العكسيه سواء كان كسل او عدم وعي، ايا كانت ايه الاسباب، ينفع يتقال عليه ان هو افضل باك شمال في العالم او حتى في التوب 3؟ بالنسبه لي انا لا. في جبهه فيها رافائيل لياو اساسا ما بيرجعش، ما بيبذلش اي مجهود، محتاج الباك شمال بتاعك يبقى لعيب مجتهد بشكل كبير. يعني بص مثلا على ريال مدريد، فينيسيوس جونيور بيقعد يحاول يخترق وبيعمل ريسكات كتيره جدا عشان عارف ان وراه مغطيه مندي او كامافينجا، اي حد فيهم بيلعب باك شمال بيدافع بشكل كبير، ما بيتقدمش، ما بيتهورش. لكن فكره ناحيه الشمال دي يبقى ما فيش حد فيها بيرجع، وناحيه اليمين عندك كالابريا واميرسون رويال، الاثنين اوحش من بعض. فدفاعيا اي سي ميلان ملط بشكل كبير. ولكن ثيو هرنانديز نفسه انا حاسس بقدر كبير جدا من الدلع والكسل اللي تضايقني كواحد مثلا بيحب اي سي ميلان، ما بيشجعش اي سي ميلان بس نادي عريق جدا بنحترمه كلنا. لما اجي اتفرج على ثيو هرنانديز، انت معلم في الاصل مدافع، لا يعني اجمد كده، مش هينفع الاسلوب ده. واضح جدا ان في مشكله ما بينه وما بين المدرب هو رافائيل لياو، لكن ده مش مبرر، لان انت في الاول وفي الاخر بتلعب باسم النادي وعشان جمهوره، فيعني حاول على الاقل في الملعب ترد على المدرب. ما علينا، يعني بدايه وحشه جدا. وبصراحه ده يمكن من اكتر اللعيبه اللي حاسس بالمنظر العام في اي سي ميلان وفي النادي وضد الجمهور وضد المدرب وبتاع ده. ما اعتقدش الموسم بتاعه هيتحسن الا يمكن لو مدرب مشي وجي مدرب تاني فحمس اللعيبه دي تاني، ما اعرفش. اللعيب السابع معانا بقى هو خوليان الفاريز، صفقه رائعه طبعا لاتلتيكو مدريد، هم كانوا محتاجين سترايكر زيه. ولكن انا بصراحه مش عارف بقى، ده يعني توقعات مش رياليستيك مني انا شخصيا، ولكن انا توقعت بدايه افضل من كده بكتير. انا حسيت ان هو الصفقه المثاليه لاتلتيكو مدريد، وهينزل في اول 4 ماتشات هينافس على الهداف، وعلى الاقل هيكون جايب له جونين 3 معاهم اسيستين ولا حاجه، وهيعمل بدايه حلوه جدا مع اتلتيكو مدريد. لكن الحقيقه ما حصلش اي حاجه من الحاجات دي، ولا جون ولا اسيست. ارقامه في الاكس جي قليله. عارف ان هو ممكن يكون لسه بينسجم على الدوري الاسباني، ولكن هو برضه لعيب ارجنتيني بيتكلم اللغه، يعني الموضوع مش صعب قوي عليه. فعشان كده بصراحه انا توقعت افضل من كده. ولكن للامانه حابب برضه انوه على حاجه مهمه جدا، انا ما اتفرجتش على كل ماتشات اتلتيكو مدريد، يمكن ماتشين من ال4، فممكن يكون في حاجات انا مش واخد بالي منها. لكن من حيث الارقام ومن حيث عدد الاهداف وعدد الاسيستات انا توقعت افضل. فبرضه لو حد فيكم بيتفرج على اتلتيكو مدريد بشكل اكبر يقول لي تحت في الكومنتات حتى الان ايه رايه في صفقه الفاريز. هل هي فعلا محبطه زي ما انا شايفها، ولا هي مجرد سوء حظ وهنرجع بعد الانترناشونال بريك هيتالق بشكل كبير؟ عرفوني رايكم تحت في الكومنتات. وبس دول يكونوا ال7 لعيبه اللي انا عايز اتكلم عليهم النهارده، اللي بالنسبه لي بيبداوا الموسم باحباط نوعا ما. كل لعيبه دول عادي جدا ممكن يتالقوا الفتره اللي جايه، ونرجع للحلقه دي ونقعد نضحك على نفسنا. لكن حسيت ان هي حلقه حلوه ممكن نرغي فيها مع بعض، وممكن يبقى فيها كومنتات منكم تشاركوني برضو لعيبه تانية شايفين ان انتوا توقعتوا منهم افضل من البدايه اللي هم بداوها. كل ده هستنى منكم تحت في الكومنتات. وكالعاده ما تنساش اللايك والشير وسبسكرايب، وتنتسب في القناه لو عايز تكون واحد من منتجين البرنامج. شكرا جدا للمتابعه، اشوفكم الحلقه اللي جايه، يلا سلام.